السلام عليكم. ازاي اقدر باستخدام الكويري والايم لانجوج اعمل كالندر فيه السنة والشهر واليوم والاسم اليوم في الاسبوع واسم الشهر. ازاي اقدر اعمل كل ده باني ادخل الاند ديت والستارت ديت والاند ديت؟ يعني انا عندي هنا من 1/1 لحد 20/2، ادي اهو. لو قلت له من مثلا 3/5 لحد 20/7 بالشكل ده، ورحت عملت هنا ريفرش، هيبدأ يقول لي ان انا عندي يوم 3، ويفرز كله لحد 20/7 بكل البيانات بتاعته، بالسنة بالشهر باليوم بالاسم اليوم بالمنص. ازاي اقدر اعمل ده؟ لو انا خدت ده في شيت تاني وعملته فروم سكراتش، خلاص، وخدت الداتا دي جوه الكويري، تمام، وبدأت اقول له ان انا عايز الكولوم ده يبقى ديت بس. وبعدين بدأت اخد الكولوم ده هنا، هعمل ستيب كده واقول له انا عايز الكولوم ده اللي فيه التاريخ. خلاص، هاخد كلمة start date دي كوبي واحطها هنا في الرينيم as step، خطوة start date، وهختار اول خلية اللي هي 3. 0 يعني 1، 1 يعني 2، فانا هنا هاخد 3 مايو اللي هي الستارت ديت. فبقى عندي الستارت ديت، هاخد ده كوبي واعمل ستيب جديدة واحط فيها ده، وهاخد ده 1 عشان يجيب لي الاند ديت. هروح اخد كلمة اند ديت من هنا بالشكل ده واحطها في الستيب هنا عشان ابقى عارف ان ده الاند ديت وده الستارت ديت. فانا بدأت كده، خدت معلومة الستارت ديت والاند ديت من السورس اللي عندي ده. تمام. وبعدين هبدأ اقول حط لي الستارت ديت والاند ديت في ليست، راح حاطط لي الاتنين كده. طيب انا محتاج احول التاريخ ده لفاليو، لقيمة رقمية، تمام. فهقول له number from، وابدأ احول ده، وابدأ كمان احول ده بالشكل ده. فحول لي لقيمة رقمية. هبدأ اعمل تريكة بسيطة كده، ان انا هشيل الفاصلة دي وهحط النقط دي اللي بتدل على ان انت هاتلي الارقام اللي ما بين الستارت ديت والاند ديت بالشكل ده. فجاب لي كل الارقام، تمام. طيب انا محتاج احول الارقام دي لصيغ تاريخ، ان انا احولها لتاريخ. فهقول له list دوت transform، وهقول له هات لي حول لي كل الليست اللي عندك ده لديت فروم، فحولها بالشكل ده. خلاص، فانا بقى عندي ايه؟ بقى عندي خلاص القيم، التواريخ كلها اللي موجودة. هسمي الخطوة دي كالندر، سي ال اختصار اهي، سي ال ليست. خلاص. طيب هل انا اكتفيت بكده؟ لا، انا عايز بقية الجدول. فهعمل خطوة جديدة واقول list دوت transform
ايه هي الليست اللي انا عايز اغير فيها، الليست بتاعتي بتاعت الكالندر ليست، وهقول له ان each كل كل صف في الليستايه دي اعمل لي فيها ايه بقى. هات لي هات لي الايه بقى، الديت يير، السنه بتاعت التاريخ ده. اوكي. وبعدين هات لي الشهر، ديت مانث. اوكي. وبعدين هات لي الديت داي، اليوم. وبعدين هات لي الديت داي، اليوم بقى في اسم اليوم في الاسبوع. اوكي. date day of week name. خلاص. برضو ده اللي هو الشرطة دي معناها كل رو. خلاص تمام. وبعدين اخر حاجة date month name، اسم الشهر. خلاص تمام. تعال بص كده في الليست هنا فيها ايه. فيها التاريخ بتاعي اللي هي اول واحدة دي، فيها السنة، فيها الشهر، فيها اليوم، فيها اسم اليوم واسم الشهر. تمام. طيب لحد كده جميل، بس انا محتاج احول الليست ده، كل الليستات دي لتيبل، جدول. طيب فهبدأ اقول له ايه بقى. هقول له ليست ترانسفورم. تعال نعدل على الايه، على الليست بتاعنا. نعمل فيه ايه بقى. نقول له ان each هحول الليست دي لريكورد، وابدا هحول كل الليست اللي عندي ده لريكورد، وابدا احط اسماء الكولوم اللي انا عايزها، لان انا اوريدي هنا ما عنديش كولوم، ما عنديش اسماء كولوم، انا عندي ليست بس. فانا محتاج احط قدام كل حاجه التاريخ، احط قدامه تاريخ اليوم، السنه احط يير، المانث احط مانث. ازاي اقدر احط قدام كل بيان الهيدر بتاعه؟ اني احول الليست الليست الريكورد. فانا هقول له ريكورد تو فروم ليست، ريكورد فروم ليست. طيب ايه الليست بتاعتي اهي، اللي هي كل خلية، كل رو في دول. طيب انا محتاج هنا الفيلدز، محتاج احط اسماء الفيلد. انا كاتب اسماء الفيلد هنا، هجيبها من هنا كده اهي. دول الاسماء اللي انا ضفتهم وهحطهم بالشكل ده. خلاص. طيب كده بقى فيه ايه، ريكورد لكل حاجة، ديت مكتوب قدامها، الير، المانث، وهكذا. طيب انا محتاج بقى اخر خطوة ان انا احول الريكورد ده لايه، لتيبل. فاخر خطوة هعملها ان انا هقول له ايه، حول لي الريكورد ده لتيبل، تيبل فروم ريكوردز، كده بالشكل ده. وهقفل كده، هينزل لي ده بالشكل ده كده كل التيبل اللي انا عايزه. ده الكالندر بتاعي. في الاخر خالص بس هعمل الديتكت بتاع التايب عشان يحط كل حاجة مكانها. وبعدين هبدأ اقول له close load. وبعدين في التيبل هات لي نيو بقى بالشكل ده. انا لو غيرت هنا اي تاريخ، يعني مثلا من 1/1 لحد 20/7 مثلا، عايز اعمل هنا ريفرش، فبدأ من 1/1 بكل بياناته لحد شهر 7، لحد 20/7. شكرا، سلام عليكم.